3 ايام نحذر منهم في تنظيف البيت: يوم الحد والاثنين والجمعة. حذاري تنضفوا يوم الجمعة. ناس كتير جدا بتنضف يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يوم روحانيات، يوم ان انتم يعني ما تضيعوش فيه لحظة ان انتم تعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، ان انتم تقروا قرآن. يعني يوم الجمعة ده يا ريت تخلوه روحانيات بس ما تنضفوش فيه البيت. لكن في 4 ايام يا ريت نستغلهم ونستغل كل ثانية فيهم في تنظيف البيت، لانها بتنشط الطاقة الايجابية وتعمل حاجات حلوة كتير اول مرة هتسمعوا عنها. طيب ايه هي الايام دي؟ السبت والثلاث والاربع والخميس، وكل يوم دي حاجة معينة. يعني يوم السبت لو في قلة رزق، مفيش بركة في مالك، نظف البيت يوم السبت. طب يوم الثلاث لو انت مثلا بتحلم بحاجة او مستني خبر معين او مستني حاجة حلوة تسمعها، نظف البيت يوم الثلاث وانتظر الخبر الحلو. طب يوم الاربع ده لو انت مثلا عطلان عن الشغل او مثلا مستني خبر تسمعه، مثلا ان انت عينت في مكان او مش لاقي شغل، نظف البيت يوم الاربع وانت هتسمع احلى خبر. طب يوم الخميس ده لتطهير البيت، يعني او في حسد، في مشاحنات بين الزوجين، ده لتطهير البيت وجلب الطاقة الايجابية، وكمان بنطهره عشان نستقبل يوم الجمعة باحلى روحانيات. اما الايام اللي احنا قلناهم يا ريت نحذر منهم في تنظيف البيت.